ما سره چې کومه نسخه په لاس کې ده دا البشرا چاپ کړی ده او د دې ترجمه د امام النصر علامه محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه شاګرد حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میرټی رحمه الله کړی ده او په دې باندې تحقیقي کارم شوی دی چې هغه کې د محدث العصر علامه عبدالرشید نعمانی صاحب رحمه الله تعالی او د ډاکټر ظفر نیاز صاحب د الحسن الاعظم نه استفاده کړې شوې ده ځینې نسخې د حزب الاعظم داسې دي چې هغې باندې علامه عبدالرشید النعمانی رحمه الله تحقیق کړی یو کتاب د حسن الاعظم د ډاکټر ظفر نیاز صاحب د هغې نه استفاده شوې ده حزب الاعظم د دې د وینا بهتر ټیم د تهجد نه وروسته ټیم دی او که دا ټیم نه بل ټیم یې ویلی شي څه خاص ضروري وخت یې نشته او دا مې تاسو ته بار بار ویلي دي چې د 2 ورځو دا ترتیب د سهولت په غرض دی یو ورځ کې هم ویلی شي 2 کې هم ویلی شي میاشت کې هم ویلی شي ښه دا ده چې بس هفته کې وی او بیا شروع کې زما ټولو اورېدونکو ته او په دې اعتکاف کې دارالعلوم صدیقیه نحقی پېښور کې څونه ملګري په اعتکاف کې ناست دي په 2026 درېیمه میاشت په دې کې تمام معتکفین حضراتو ته او په دوره تفسیر قرآن کې حصه اخیستونکي سړو زنانو ته مکمل اجازت خو ښه طریقه دا ده چې دا تاسو د یو عالم نه واورئ یا دا زه چې کوم یم او ریکارډ کېږي الاحسان کې بیا په کلاره دا کتاب د سری وي او دا واورئ نو دې فایده به ډېره انشاءالله العزیز مونږ یې داسې سرسري وایو بیا په دویم فرصت کې د دې دعاګانو ترجمه هم کومه مختصر تشریح سره او فوایدو سره اوس یې صرف سرسري وایم تاسو یې ښه توجه سره اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا دو سورتنا معوذتين گنلیش دا د تمام شروننا د پناه او د حفاظت د پاره ډیر مفید دي او د دې مقصد او خلاصه دعا ده ذکر علامہ قاری رحمه الله په دعاګانو د قران کې ذکر کو امام الاولیاء شیخ المفسرین استاد المشایخ مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله تعالی فرمای سورۃ فلق کی تلقین دے د پنانی ولو د مضرات جسمانیو چې د الله په پناه کې د مضرات جسمانیو نزان راولې د پر سورۃ فلق او سورۃ فلق موضوع د تلقین د مضرات روحانیونه یعنی د الله پاک په ذات سره پناه نیول د روحاني ضررونو تکلیفونه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا کامل تعوذ دی ما تعوذ متعوذ بمثلهما او د دې درې طریقې دي یو طریقه دا چې سار او ماخام درې زلوي او ځان پیدمه پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم بنده چې سار ماخام درې زل داوي او ځان پیدمه د اسمان د لاندې د زمکه په سر به یو شر او ضرر هم ته ونرسي دیم هر مانزه پس یو ځل ویل او دریم دا چې د جمعې مانزه نرستو یو ځل الحمد او وزل د اخري سورتونه درې واړه ویل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د بلی جمعې پورې به الله دا سړی د هر شر نه په امن کې ساتي په دې درې واړو طریقو به تاسو عمل کوئ
دې پسې علامه قاری رحمه الله اسماء حسنا ذکر کړي چې د دې مقصد هم د الله پاک په صفاتونو باندې وسیله نیولې او د الله جل جلاله نه سوال کولې په دې وجه د دعا په وخت کې د دې وینا ډیره د برکت خبره ده بیا د سلسله قادری بزرگان مبارکان امام الاولیاء استاد المشایخ مولانا احمد علی صاحب د لاهور د خپل تفسیر په اول کې لیکلی دي چې دې دا د سوي چې دا یو نوم علی او لفظ یا وسر لګي په اول کې وسر اللهم وای او بیا وسر یا لګي لکه یا قدوس یا سلام یا مؤمن تاسو دې څه پروانم ویلې شي د دې ډېر لوی ثواب دی ترمذی شریف کې حدیث دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه او دا په بخاری او مسلم کې راغلی دی د الله نه نوی نمونه دی چا چې د آیات کې د سړی به جنت ته داخل شي یاد کې یو مطلب دا دی چې الفاظ صحیح وي معنی یاد کی او دویم محدثینو دا مطلب هم بیان کړی چې په زبانی یاد کی په یاد کی او دا دوه خبرې صحیح نو اسماء حسنا مونږ وایو او دا د اول حزب د علامه قاری د حزب الاعظم شریف اهم حصہ ده قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وفي رواية من حفظها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دو دیرشم دعا چې د سحر په وخت کې تاسو وای نو اصبحنا واصبح الملك لله بوای او کدا کتاب ته ماخام مسخوتن وظیفه کو نو بر وسرولی کا امسینا وامس الملك لله بوای
ان سرولی کوي امسینا وامس الملك لله نور دعا هم دقه شانتی ده خلان دي سلورم کرخه کی اسالک خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعده دا د ورځې ده او که چرته د شپې له طرفه دی ویله تهجد کې دی یا ماښام نرستو نو اسألک خیر ما فی هذه الليلة و خیر ما بعدها بیا او اعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم و شر ما بعده د ورځې نو که د شپې دی وي ماښام دی وي نو بیا به اعوذ بک من شر ما فی هذه الليلة و شر ما بعدها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك دا دعا سلور زلدا رسول الله مبارک فرمای چې چا سحر کې سلور زلدا دعا ویلا دې سړي خپل ځان د جهنم د اور نه آزاد کړ او کما خام دی ویلا دا سلور درشم نمبر دعا نو بیا به د اصبحت بزي امسيت وي اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حمد عرشك نورم دک شانتی ده بیا به امسلور زلوي 35 دعا دا سارو ماخام اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي ندرج السار ماخم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا دام درج السار ماخم نبی پاک فرمای کم بنده چې سار ماخام درج دا دعا وای رضيت بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا په الله د فضل د خدای د وجنه لازم ده چې دا سړی به د قیامت پورس خوشالي اللهم ما اصبح بي من نعمه وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر کدا ودرشم دعا ته ما خام کې ویلا نو بیا به اللهم ما امسا بي اصبح بزيب امسا بي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت دا درج السار ماخم اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت دام درج السار ماخم سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما دا سحر کی درجه سید الاستغفار نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کی حدیث د شداد ابن اوس رحمه روایت چې څوک د ورځې په شروع کې یو ځل دا وایي دا سید الاستغفار او په دې ورځ دې مړ شو د سړی په جنت ته ځي او کما خامې وي او د شپې مړ شو جنت ته ځي سید الاستغفار دادي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دا سار ما خام دو مشایخ مجربه چې لزل سوکوینو الله به د قرض نخلاصي او مشکلات مالی بوته نه جوړي دا رنګ د ظالمانو تسلط ته به الله محفوظ ساتي
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون. ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير. اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت. أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام. فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لك الملك وله الحمد وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها. وأنك تبعث من في القبور. وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وأني لا أثق إلا برحمتك. فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت لا شريك لك. سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. أشبك سلو اختم دعاء. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا او داسه په منځ کې ویل سنت طریقه ده. کوم بنده چې دا وی الله به روزي فراخه ګرځي او د کاروبار به د کور سره نږدې وي او الله به د خپل ګاډي او د کور مالک او اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا داس پسې ده چا چې دا داس پسې دا دعا ویله کلمه شهادت او دا دعا دې سره د جنت ته وړ دروازې کولاوي او چا چې دا دعا ویله نو فرشتہ راشي دا په یو کاغذ باندې ولیکي او باندې کې مهر پیوي د قیامت پر باندې د امانت بیا ملاويږي. او دا تسلوختم نمبر دعا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تهجد ته برا پاسې دا دعا به ویلا. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وأنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. دا دو سجدو منس کې ده، دا یو کم 50 دعا. درې ځل بوي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.